السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اكتر ولادنا او كل ولادنا مش بيحبوا الفراخ المسلوقة. النهاردة هنعمل احلى فراخ مسلوقة نطلع منها شوربة، وهقولكوا على طريقة حلوة ولادك هيحبوها. اول حاجة واهم خطوة في اي نوع من الطيور هتطبخيه، لازم تغسليه كويس، تتخلصي من اي ريحة زفارة موجودة فيها، بمعلقه طحينه وعصره ليمون بس، مفيش اكتر من كده. ما تحطيش خل، كل ما بتحطي الخل كل ما ريحه الزفاره بتثبت في الفراخ. بعد ما غسلت الفراخ بتاعتي كويس سبتها تصفى، اهم حاجه تصفيها من ميتها. هتجيبي حله ناشفه خالص من غير ولا نقطه ميه وتدي الفراخ بتاعتك صدمه. واحنا سايبين الفراخ بتاعتنا تاخد صدمه، هنجيب بصلايه وقرن فلفل اخضر وفصين توم وطماطمايه ورشه من بهار الفراخ ورشه من الفلفل الاسود ورشه من السبع بهارات، وهنعملهم مرتة كده على ايدينا. الفراخ بتاعتنا خلاص نزلت ميتها خالص وبقت نضيفة وزي الفل. هننزل بالمرتة اللي احنا عملناها دي وفصين حبهان ورق لورا. مية تكون بتغلي من الكتل. اي طيور تكونوا بتطبخيها تزوديها مية تكون بتغلي، ما تحطيش المية تكون باردة على الطيور بتاعتك. الشوربة بتاعتها ما بتطلعش حلوة. شايفين جمال الشوربة؟ صافية ورايقة وريحتها كانت قلب الشقة ما شاء الله. بعد ما الفراخ بتاعتي اتسلقت وبقت زي الفل كده، هنبدأ بقى اللي احنا نشيلها من الشوربة. بعد ما هنشيلها من الشوربة هوريكم هنعمل التتبيلة بتاعتها ازاي. التتبيلة دي لو انت جربتي الفراخ بالطريقة دي هتعجب ولادك جدا. اول حاجة انا عندي هنا كوباية من الكورن فليكس بجيبه من عند العطار وبديله ضربة في الكبة، وعندي هنا معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا ومعلقه من التوم البودر والبصل البودر الفلفل الاسود وسبع بهارات ومكعب من المرقه. تمام. هقلب المكونات دي كلها مع بعض. بعد ما انا هقلبها هجيب مج من بتاع الشوربه. اهم حاجه تقلبي المكونات الجافه دي مع بعض عشان التوابل تت... تغلي في الدقيق والبقسماط والكورن فليكس. تمام. بعد ما انا هقلبهم كويس هبدأ اجيب مج من الشوربة. بعد ما هجيب المج من الشوربة هبدأ اعمل ايه بقى؟ اخد الفراخ بتاعتي احطها في التتبيلة، وبعدين اخدها من التتبيلة اغطسها في الشوربة كده. انا بعمل لها الجفر اللي هيطلع معانا بعد القلي. تمام. شايفين؟ بعد ما انا حطيتها في الشوربة هرجع احطها تاني في الكورن فليكس. ما شاء الله تبارك الله طعمها بيبقى تحفة. ولادك مش هيحسوا انك سلقاها اصلا. بعد ما انا خلاص هخلص الكمية ابدأ بقى اجيب مقلاية يكون فيها زيت كتير او كسرونة او حلة صغيرة. شوفي انت بتحمري في ايه. تمام. هتسخني الزيت وهتبدأي انك تحمريها. ما شاء الله بتاخد لون ذهبي سكرة كده. ما شاء الله تبارك الله. جربوها يا بنات بنفس الطريقة ونفس الخطوات، هتعجب ولادكم بإذن الله. قدميها جنب مكرونة او قيصر، اي حاجة هما بيحبوها. يا رب النهاردة تكون حلقة خفيفة عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.